الاقي واحد من الكوميونتي جاي يقول لي ايه، لا هو ما ينفعش يمشي هنا. ده من قلت له ليه ان شاء الله؟ الكوميونتي. اه من الكوميونتي. قلت له ليه ان شاء الله يعني ما ينفعش يمشي هنا؟ قال لي لا عند البول فريدي نط في البول، لو نط في البول بنقفل البول 3 ايام. قلت له ليه ان شاء الله؟ ده نضيف جدا على فكره. البول ولا كوكي؟ لا كوكو طبعا، ما اعرفش البول الصراحه. قلت له ده نضيف جدا ونضيف انضف من اي حد هنا. وقعدت بقى يا خمسة كريمه نسوان. اتخانق معاه ساعه، ورحت عملت شكوى في وهو الاداره. تمام. وبعدين الشكوى قالوا لك ايه بقى؟ لسه ما ردوش عليا بقى. هيردوا ان شاء الله خير، ما تقلقي. طب وكوكي نسيته الكلام ده قاله قدام كوكي وش في وش؟ اه قدام، تخيل. وبعدين يا كريم ايه اسكت، رحت كده ساعة طب ورجعت. ومشاعر كوكي يعني. كوكو. ومشاعر سوري، دي مشاعر انا دي مشاعر كوكو. ما اعرفش جدا يا كريم. انا عايزه اقول لك حاجه، انا رحت وجيت لقيته متاثر، رحت رايحه بتاع الكوميونتي تاني. قلت له على فكره ما تتكلمش مع الكلب بتاعي بالاسلوب ده. هو كلم الكلب يعني، كان كلام موجه للكلب ولا موجه ليكي انت؟ كلمنا احنا الاثنين. هو الكلب كان بيجري فقال له لا 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 لا، زعق له كده. امم والله العظيم والله رحت قلت له كده ما تتكلمش مع الكلب بتاعي بالاسلوب ده تاني. يا عيني نفسيته اتدمرت. اقسم بالله اه نفسيته اتدمرت. وخناقه تخيلي. تانية بقى. انا النهارده برضو كنت داخل الشارع، وفي واحد يعني في الشارع عندنا، امم. وماشيين جنب بعض على طول. اه. فهو رفع ايده عشان يسلم عليا، عشان قلت له حبيبي عامل ايه؟ اتاري بيسرح شعره عادي. لا بس دي عادي يا كريم، ايه المشكله يعني؟ لا يعني كان في ناس كتير شايفاني في الشارع وانا بعمل بصين لا كده، دي لقيت ناس عادي. بس كتير مشكلة بيبصوا كوكو لي. أكبر. تخيل يا كريم بقولك مش عايز يتمشى. اشتل. لا هو الراجل مش عايز يمشيه. يعني عايز نحبسه في الشاليه يعني. لا طبعا، هيبقى انا والكلب محبوسين في البيت؟ لا طبعا، يطلع يتمشى. طب وقدمت شكوى؟ كتبت ايه في الشكوى بقى؟ ما فحوى. قلت لهم ان هما المفروض يسمحوا بان بكوكو يروح البحر عادي، لان هما برضو مش سامحين ان هو يدخل البحر على فكرة. حتى على حتى البيتش البحر ما عادي. بيروحش البحر كوكو؟ والله العظيم ما بيروح. يعني كده كوكو ولا راح البول ولا البحر؟ اه. إيه الفرق بينه وبين كوكي بقى؟ اتفضل بقى. الاتنين قاعدين في البيت. نرمين يا قلبي. يا كريم تخيل بنروح البحر ونسيبه في الشاليه. تخيل. بص يا رانيا، يعني انا اسف، يعني ما كامل احترامي ليك يعني. لا بص يا كريم انا اقول لك حاجه إيه، مم. اصلا الكلاب لازم تتمشى ولازم تخرج مع صحابها، ما ينفعش تتحبس في الشاليه لانها روح. انا ببقى قاعده على البيتش والله العظيم يا كريم مش طايقه نفسي، قاعده متضايقه. عشان سايبه الكلب في اه البيت وانت. والله، وبقعد ساعه وامشي. يا وجع الكوكو، يا وجع الكلب، ده أنا اللي كلب يا شيخه. انا حد يعمل لي معامله كوكو. والله العظيم انا ما بهزر، بقعد ساعه بفضل افكر في كوكو يعني قاعد لوحده بيعمل ايه. في البيت هيكون بيعمل، واروح. هتلاقيه بيتفرج على فيلم على لا نتفليكس ببقى قاعد مثلا. والله، لا والله اقول لك بيتفرج على حاجه. فيلم 101 كريم كلب. اقول لك حاجه، ببقى قاعد يا حزين. مشاغ، هتاخدوا افريقيا يا مشاغ، هتاخدوا افريقيا، هتاخدوها افريقيا يا ميم. طيب اقول لك حاجه. آه طب يعني كتبت ايه في الشكوى؟ فحوى الشكوى ما قلتليش. قلت ان هما مش بيسمحوا ان هما يمشوه على البول ولا يدخلوه البحر، والكلام ده ما ينفعش. الشكوى دي هتروح للعبار يعني؟ في الإدارة بقى، معرفش هتروح لمين. واللي هما المفروض احنا دلوقتي في 2026 وفي مكان محترم، المفروض ان هما يدخلوا الكلاب عادي لان الكلاب دي اصلا متربية ونظيفة. ممكن يكتب اسمي كمان في يعني دخلوا كلاب وكريم دامي. يعني انتوا تقدموا الشكوى، يعني دخلوا كلاب وكريم دامي مع بعض. والله يا رنا، يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. على فكرة والله يا كريم دي حاجة مهمة جدا. ايوه. حتى جارتي عندها كلبة اسمها صوفي، قالت لي والله العظيم انت جدعة برافو عليكي. طب وليه ما قدمتش شكوى لصوفي ولا ما حدش كسر ما هي بخاطره؟ بتقولي بقى برافو عليكي ان انت عملتي كده، لان احنا لازم كلابنا تدخل معانا البيتش. طبعا. والله.
طبعا يا ماما. يا جدعان لا وربي قلبي معاهم، ربنا يا رب يفك كربهم يا ربي. كوكو وكلبتها اسمها ايه، صوفيا. اه صوفي. يا ربنا يفك كرب صوفي وكوكو يا رب، ويدخلوا يا رب صافي ان شاء الله، او يدخلوا النورس حتى يا ربي. احنا مش طمعانين في حاجة كتير يعني. وبجد يا جدعان يعني الله يكون انت في بتتعير انت بتعايرني ولا ايه؟ عامة ده مش موضوع يا رنا. طب كريم ممكن اقول لك حاجة تانية؟ ولقيت مشروع احلامي، رنا لقيت مشروع في احلامي. حد في حياتي نرازمي هزارك وانا بحدود. مالي، وانا ليميت. مالي، I need وانا مالي، limit. وانا مالي. ريد لاين. ده ريد لاين وبلاك لاين وكل حاجة كده. بص ارجوكي. يا كريم هقول لك مشروعي. اه مشروعك لقيت ايه؟ مشروع احلامي يا كريم. مشروع احلامك ايه هو؟ تفتح عربيه هعمل، زلابيا في مراسي؟ استنى، ايه ده؟ برافو عليك، انت عرفت ازاي؟ احلفي بالله هفتح تعملي عربيه عربية، زلابيا. عربية بس مش زلابيا، ايس كريم. عارف مين هيخش معايا شريك؟ ثواني في كومنت جامد. ايه يا هيما يا جامد انت. ايه يا هيما يا جامد انت. ايه يا هيما يا دماغك التقيله يا عم انت. ممكن تقول الكومنت اللي هو لا كتبه؟ لا لا والله كملي. المهم لقيت بقى مشروع احلامي، كنت في كوكون، ولقيت بقى واحد عامل عربية ايس كريم بس الايس كريم بتاعه مش حلو. فقلت لا، انا هعمل بقى عربية ايس كريم وتبقى لونها بينك. كنت بتناقش في الحوار ده مع مين بقى؟ مع رهف، فقالت لي هتدخل شريكة معايا. قلنا هنسميه كوكو اند يوكي. احلفي بالله. بص، كوكو حلوه دي. اند يوكي. دي بص حد انا، هتوقفوها فين دي بقى؟ انا ورهف اهو. واو تحفه. هتفتحوا المشروع ده امتى يعني؟ هنفتحه بقى على بيتش، نشوف بيتش مثلا نورث ولا حاجة ونفتح فيه المشروع ده. بس هنعمل بقى ايس كريم احسن من دارز ايس كريم. احسن من ايه؟ من دارز، عارفه اللي في مراسي ده وموجود هنا برضه. اعرف عزه، اعرف بندق. دارز اللي بيبقى عليه لاين طويل ده يا كريم على طول. ما بقى ناس ما الشيخ وفيق بيبقى عليه لاين طويل عادي. حلو يعني لا احسن من مش لينا الصعيدي، كده. احسن من الصعيدي. خطير، بس احنا بتاعنا يبقى احلى. انا والشيف يا رب، والله انا اتمنى لكم النجاح والتوفيق يا رب، انت ورهف انتوا طب الاتنين. يعني يا كريم بقى هتيجي تسبورت مي في اجيلكم المشروع؟ طبعا. اكل جيلاتي عندكم. جيلاتي حليب. ايه جيلاتي حليب ده؟ حليب فالينيا. فانيلا اه. فانيلا ايه فانيلا فالينيا فانيلا، فانيليا. ايوه اسمها فانيلا يعني. زي ما تسموها، اهم حاجه نفس الطعم بتاع الشيخ وفيق ولا لا؟ احلى. حلو. عندكم بقول قنبله. لك ده بتاعي، يعني انت متخيل هيبقى عامل ازاي؟ شيخه وانت فاكره نفسك ايه يعني؟ هتشوف، هتشوف. طب قول لي يا طب كريم، انت ايه مشروع احلامك؟ نفسي افتح سايبر. سايبر؟ ليه سايبر يا كريم؟ في حد لسه بيروح سايبر دلوقتي؟ امسك كده العيال اللي بيتفرجوا على حاجات مش حلوه واضربهم، او اصورهم وانزلهم على التيك توك. في حد كان انا اتقفشت قبل كده. انا اتقفشت بتفرج على فيلم حسيس. اصفر شكله عليكي جنان. المهم في حفلات ايه في الساحل؟ في حفلات في شهر 8 بقى لسه عمرو 8 دياب. بعد بكره. ايوه بكره. في عمرو دياب بس في الارينا. بقول لك ايه، المكان اللي انا كنت فيه في الارينا حفله اللي هي رامي بره. صبري. اه اللي هي في العالمين دي. اللي كان فيها حفله محمد رمضان. لا، ايه ايوه. ده؟ ايه؟ اللي في العالمين. ايوه اي ثينك ان هي في العالمين. اي الزحمه ثينك. دي، الزحمه دي. لا انا بقى ما بحبش الاماكن دي، انا بحب بقى الاماكن زي اللي انا كنت فيها في رامي صبري كده. ايه بقى كان فيها ايه اللي في رامي صبري دي؟ كان كلها كراسي كده يا كريم ولاونج وقاعدين وحجزتي والدنيا بكام مش بقى؟ زحمه. اللاونج كان بس اللاونج ده 10. 10 اشخاص بيشتركوا فيه. اه بكام الفرد، بقى؟ الفرد 10,000 يعني دافعين 100,000 انتوا ال 10. مثلا. اه 10 و100,000. طب وفي تيبل صغيره؟ امم في برضو الهاي تيبل كان 5 تقريبا حاجة كده. 5 كراسي. امم في حصران حصر. ايه؟
حسر ننام على الارض نمد. هدفع 50 ماشي يا ستي، مش حفله مين دي بقى ب 50,000 دي بقى؟ دي كانت رامي صبري، والله كانت لذيذة. اصلا المكان ده انت لازم تروحه لما تروح الساحل، اسمه كوكون. سمعت عنه المكان ده، فاتح فين بقى؟ خطير، ده جنب مراسي على طول. قبل بره. ايوه بره، بس جنب مراسي بعد جيت فور. عارف الجيت اللي هي بتاعت الاكوا بارك دي؟ ايوه عارفها. بعديها على طول. بين سيشل وبين مراسي. ايوه ايوه، بين ستيشن وقريبه من مراسي جدا، وخطير يا كريم، لسه المكان جديد محدش يعرفه، تحفه، في بيتش الصبح اصلا. استنى اسمه ايه المكان؟ كوكون. تخيل ادفع 50,000 جنيه عشان اروح اخد وبقول زيوت. لك ايه يا كريم، تخيل، لا على فكره ده مكان عادي جدا. بقول مزنوق لك برضه، انا هشوف يا جدعان، انا تكبيسي، انا يا رسترت ابني بحر الصبح. انا عايزه اقول لك ان انا رحت المكان ده، فكنت بسالهم بتدخلوا الكلاب ولا لا، لقيت ان هم بيدخلوا الكلاب، وعندهم كلب اسمه كوكو وبومرينيان. قلت للولد ايه ده، ازاي ده نفس الكلب بتاعي. اسمه ايه؟ كوكو وبومرينيان كمان. ده مين اللي عنده كلاب؟ هو صاحب المكان. يعني كوكو اتفرج على حفله رامي صبري؟ لا ما انا ما كنتش خدته معايا بقى، كنتش اعرف خديه ان بقى هو الحفله يجي. الجايه بقى عشان هو ما انا قلت خلاص والله المره الجايه لازم اروح واخد كوكو معايا. تامر عاشور عمل اغنيه جديده اسمها متغرقه حوالي حاجه شبه كده، فيها صوت كلب. بجد؟ او قسما بالله. ايه ده، ازاي يعني فيها صوت كلب؟ مش عارف هو دي غلطه ولا ايه، بس في صوت كلب. ممكن الكلب بتاعه عادي بيشاركوا الاغنيه يعني. اخويا يا ابو احمد، عاوزين كلنا نبارك لاحمد ابن ابو احمد، نجح النهارده، الف الف مبروك. يا رب تشوفه كده، يا رب تشوفه، يا رب دكتور قد الدنيا ان شاء الله، بس يبعد عن صيدله. ليه يبعد عن صيدله يا كريم؟ يعني الواد الوقفه في الصيدليات بتتعب الرجل والله. ليه والله جميله. اساسيات المستشار مرتضى منصور نراز من شويه، نراز مش عارف في بنات في اللايف ست المستشار رازمن. رازمن رازمن ما تعملوش ميوت يا اسطى، بتعملوا ميوت في كل الميوت يا تريكا، هو بيهزر معلش. كل الميوت يا تريكا عشان خاطري، معلش اساسيات المستشار ده ممكن احكيله على الواد يحبسه. اللي اتضرب. كريم انت عارف يا كريم ان في حاجه فظيعه حصلت؟ ايه؟ بص حبيبي يا انا ابو كنت احمد. رايحه لتوتي ورنا، كانوا قاعدين في مكان في امواج. تمام. حلو. تخيل وانا رايحه لقيت خناقه رهيبه في امواج، ولد صغير واخد عربيه باباه من وراه وبيعاكس بنت حلو. راكبه عربيه برضو صغيره، حلو. شايلها من ورا اهلها برضو. هي واخده عربيه من ورا بابا وهو واخد عربيه من ورا اه بابا. اه. ماشي، فابو خبط بقى البنت دي، كان بيعاكسها كان فخبطها. بيعكسها، خبط عربيتها. خبط عربيتها، فقعدوا اه. يتخانقوا بقى وعملوا خناقه وكده. راحوا صحوا بابا الولد. وابو البنت ما صحوش ليه؟ انا بقى رايحه والناس كلها بتجري، وابو الولد ورانا كانت بتكلمني في التليفون بتحكي لي، فانا لقيت ابو الولد ماشي، قلت له ابنك هناك عامل مشكله على فكره. بجد عملت نفسي والله؟ كبيره وكده ما انا طب كبيره، ده ولد صغير. ما تعرفيش اتحلت على ايه بقى؟ استنى بقى احكي لك. امم الاب يا كريم راح ادى الواد علقه، يا نهار اسود. كريم انا عمري ما شفت حد بيضرب حد كده، ضربه في صدره ويعني بيعمل حاجات غريبه برجله. ويا كريم بيزقه كده، قعدت اقول له يا نهار اسود هتموت ايه اللي الولد. بيعمل حاجات غريبه برجله يعني، مش عارف. بيشوط الواد برجله. طب ده طبيعي، ده صباح الخير عند ابويا عامه. ده صباح الخير عند ابويا، ابويا كان بيعمل حاجات غريبه برجله فعلا. كريم والله العظيم انا قعدت اقول لعمه ده، بجد يا عمو حرام عليك اللي انت بتعمله في الولد ده. طب والبنت وعارف ايه موقفها؟ دي كانت عادي عماله تتخانق، دي ما حدش من اهلها تقريبا، اهلها مش قاعدين بقى في امواج او حاجه. المهم يا معاهم كريم انت عارف عمل عربيات ايه في نوعهم، الاخر؟ على عربيات نوعهم ايه؟ بابا يعني اكس 6. طب كل دي يعني، والليله دي. والبنت عربيتها اتخبطت نوعها ايه؟ كانت بي ام برضو حاجه كده. قسما بالله، قسما بالله العظيم مش هيرتاحوا إلا لما يجلطونا الاغنياء دول. طب قسما كريم بالله. ممكن اكمل لك الراجل عمل ايه؟ ان خد شاء الله الولد. ان شاء الله يا يجلد كريم ابنه، لا يا ان شاء كريم الله يولع في مستحيل. ابنه، يا ان كريم شاء الله خد الولد يولع حطه فيه في يا شنطه شيخ. العربيه. وقعد في عربيه تنايه، ما قعد في عربيه اكس 6 يا رنا برضه، ده الاكس 6 شنطتها الله اكبر. يا كريم يقعد هو في مش الشنطه، بس الشنطه كده فيها كنبه ورا ما يا انت رنا. لو تعرف الباقي يا كريم يا ريت مش. ابويا يضربني ويحطني في شنطه، اقسم لك بالله ابويا كان بيضربني ويحطني في عربيه نص نقل. والله يا كريم لو تعرف الباقي عمرك ما هتقول كده. ايه الباقي؟ خد الولد ومشي بسرعة جدا، راح عند الشاليه بتاعه وراح صح اخواته من النوم
وحطهم معاه في الشنطه. طب العيال عملوا ايه؟ وانت ماشيه وانت ماشيه وراهم، انت بتتابع المشكله ولا انت بتلفي وراهم ولا؟ اقسم بالله قلت لرنا وتوتي والمصحف ما هنسيبهم، الراجل هيموت الواد. قلنا لتوتي لازم تقعد مع الراجل ده، مش هينفع، لازم تقعد معاه تحنن قلبه على عياله شويه. ده يعني و... تخيل صح، هو ابنك كان بيعاكس. لا يا كريم مفيش حاجه اسمها كده، يعني ايه اروح اصحي عيالي من النوم مش عاملين حاجه يا عيني، ملايكه نايمين، هو احنا اروح كنا احطهم في يعني الشنطه. اقسم بالله احنا كده عندنا الحسنه تخص وسيئات عم، حتى كان في بيتنا كده زمان. واحد كاتب لي راح يدفنهم كريم. طب والبنت عندهم كام سنه الاولاد اللي كانوا بيعكسوا بعض دول؟ صغيرين جدا، اندر ايدج. طب كريم اقول لك حاجه كمان، هو فاكر ان هو سكت على كده؟ الثلاث انا اولاد مش دول، رايح الساحل السيزون ده، مش رايح الساحل. الثلاث اولاد دول جاب حجره كده وحطهم عليها، يعني على كل ايه واحده ده؟ حجر. استغفر الله العظيم يا رب، سيدنا بلال، استغفر الله العظيم يا رب. طب والله العظيم ده عمل كده، انا ما بقتش مصدقه، قعدت اقول هو في حد بيعمل كده؟ احد عقاب جماعي، ايوه يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده يا شيخه، انت طب بتهزري والله ده ولا هيطلع ايه؟ مجرم، بيقولوا التربيه الصح، تربيه صح، ايه ده هيطلع مجرم. مين اللي يطلع مجرم يا ماما؟ الولد ده مستحيل، احد عارفين الولد ده؟ احد احد احد. والله لا 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 لا، انا مش قادره انسى الموقف ده، من اوحش المواقف اللي شفتها. هيوقدهم لو كان اول بنت بقى هيوقدها على كده بقى. لا البنت شكلها اهلها مش بيعملوا فيها كده، لان الولد يا كريم شكله متعود ان هو يتضرب. والله العظيم بتكلم جد، امال بألف. الواد متعود ان هو يتضرب. اه لان هو لما ما كانش بيدي اي رياكشن يا كريم، عاوز ما اقول كانش لك بيدي حاجه اي يا رياكشن. رنا، معلش. قول. انا مش مستغرب اللي انت بتقوليه ده، لان والله العظيم كل ده انا مريت بيه يا قلبي يا مارو، كل ده انا مريت بيه. يعني يا كريم انت كنت بتتضرب كده؟ كده اه. اقسم بالله العظيم، ابويا ده كان بيقلعني هدومي وقعدني في الشارع كده بالبوكسر كده عشان الشمس تحرقني. ده عادي، ده اقسم. تان. تان ايه؟ وانا في تلال، ده انا قاعد في العجمي. قسما يا بالله كريم اكيد، العظيم. اكيد مش قصده. اقسم بالله ابويا ده كنت ببقى راكب جنبه في سايق بيه، شغال عنده سواق ماليش اي 30 لازمه، وكان يتعصب يقعد يدغدغ في وشي انا وانا قاعد جنبه، ولا عارف يقلب العربيه بينا يا مش عارف اعمل ايه، ما عنديش حل اعمله، فقعد ضرب وانا ساكت. يا لهوي، ده نفس الولد بالظبط كان ساكت برضه. اقسم بالله برضه كان اخويا سيف يعمل المصيبه، وابويا يحطه في العربيه نص نقل ويروح جايبني يحطني معاه وانا ما عملتش اي حاجه. يا لهوي. ايه اللي يا لهوي؟ ده طبيعي، كلنا اتربينا التربيه دي، وطلعنا ايه بقى؟ طلعنا اشخاص معقدين نفسيا هم من الابهات. طلعنا اشخاص معقدين نفسيا من الابهات، طبيعي جدا، شيء عادي جدا. دماغنا تلبت الفته 13. اقسم بالله وعز جلاله الله وفؤاد شهد على الكلام ده. انا فؤاد كنت كان راجل بيتضرب كبير. كمان؟ فؤاد كان بيتضرب معانا وهو ملوش دعوه بيه عشان هو صاحبنا بس. اقسم بالله ما كان حد يجرؤ يصاحبني مش قبل قادرة 2000 اصدق. قبل، اقسم بالله قبل 2011 ما كان حد يجرؤ يصاحبني. يا لهوي يا جماعة، ده انا قلت ده اب ده ما فيش زيه في العالم. كان اللي لو حد صاحبني يتجلد يتجلد. بس اكيد ما كانش بيضربك زي الراجل ده يا كريم، انت اقسم اهم لك احكي، يا يا ريتني ستي بقول لك صورته. اثبت، بس بقى. طب انت اكتر علقة خدتها كانت عاملة ازاي؟ بحكي لك موقف قسما بايات الله ده حصل عشان تقولي تعرفي بيه كان مربينا الرعب قد ايه. بصي، الفيلا بتاعتنا على الشارع الرئيسي. امم. ابويا لما كان بيصحى من النوم مقريف بنترعب كلنا. بيصحى يعني بيطلع بره باب البيت، يعني مش بره الفيلا، بره باب البيت بس بالحمالات ولبس النوم يعني. احنا بنترعب كلنا. وعزه جلاله الله وحق لا اله الا الله، ابويا مره طالع فماسك في ايده في حاجه بيمدها لي كده، انا رايح اقفل البوابه، رايح اقفل بوابتنا عادي جدا، قسما بالذي احل القسم وربي وربنا شهد عليا. ابويا بيبقى عاوز يديني فلوس اجيب طعميه، وانا اصلا رايح اقفل البوابه، انا ما ينفعش اطلع بره البيت وابويا في البيت، ما اقدرش اطلع الشارع.
شفت ابويا بيمد ايده افتكرته جاي يضربني، وانا عملت حاجه، وانا شخص صالح جدا رايح اقفل البوابه بتاعت مم. الفيلا، مش رايح اعمل اي حاجه تاني، من غير الشبشب خدت بعضي وجريت. اقعد اجري قسما بايات الله من الخوف، اجري ما عملتش حاجه، انا شخص رايح اقفل البوابه طبيعي جدا. مم. اقعد اجري عندنا حته في العجل اسمها الملاحه. الملاحه دي عباره عن يعني كانت زي مساكن كده، اتبنت فوق ملاحه فاتهجرت محدش سكنها، فبيوت مهجوره جوه منها ميه. الكلام ده الصبح الساعه 11 الظهر مثلا 12، اخش جوه بيت من البيوت دي لحد المغرب وانا قاعد جوه من الخوف مرعوب يا عيني. قسما بقى. وهو اصلا الراجل كان عاوز ب5 جنيه طعميه يا فلافل لهوي. يعني، بس انا بجري من الخوف. شوف اتاريه اصلا ما كانش عاوز مني حاجه، انا شفته خفت، كان مربينا الرعب. بس اكيد دلوقتي حاسه ان ده ما كانش صح. لا هو خلاص، هو لو خلاص احنا كبرنا بقينا رجاله دلوقتي خلاص بقى. يعني انت يا كريم هتربي اولادك ازاي؟ اكيد مش هتضربهم، صح؟ لا طبعا الا طيب خلاص، شفت ان هو كان غلط. آه... التربيه دي لا ما بحبهاش. لا هو اصلا ايوه هو اخو كده. يوسف يا جماعه كنت هعيط بجد. ابويا اصلا هو ابويا عارف ان التربيه دي غلط، هو دلوقتي عارف ان هو كانش ينفع يعمل كده. اقسم بالله. لا دلوقتي لا ما لا اعرفش هو بجد. عارف، هو اصل هو في الحالتين يعني التربيه دي فشلت ما نفعتش يعني. يعني انا يعني الطريقه اللي هو كان بيربينا بيها ما نجحتش اهو. لا يا جماعه، اصلا انا يا جماعه لما شفت بقى يعني كريم اللي بيحكيه ده، بس انا ما شفتوش يا على ماما دي الواقع. اقل حاجه. لا بس هو انا اصلا لما شفت الولد ده بيتضرب، انا قعدت افكر يوم كامل الولد ده هيطلع عامل ازاي. انا نفسي اشوف الولد ده هيطلع لما شخص يكبر. طبيعي جدا، بنطلع لا اشخاص طبيعيين جدا مستحيل، والله. اللي انا شفته ده مستحيل يطلع طبيعي. انا قعدت افكر انا نفسي اشوف الولد ده لما يكبر هيبقى عامل ازاي. ايه يا كريم انت ولا ايه؟ هيطلع شفتك شبهي، وانت صغير. هيطلع شبهي كده والله. لا والله ما ده كل ده ترفيه. يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، قسما يا نهار ده اصل يطلع يحبسوا ابويا ده بس بقى. اقول لك حاجه يا كريم، يعني انت مثلا ايام زمان، لكن الولد ده دلوقتي احنا في 2026، دي مش تربيه دلوقتي. ممكن زمان كان كده كل الناس ايه بتربي كده الفرق؟ فالموضوع عادي، بس دلوقتي مفيش حد ايه بيربي الفرق؟ كده ايه فهتلاقي الفرق؟ الاختلاف يعني. ايه الفرق؟ مش عارف، يعني حاسه انه بس احنا زمان يمكن كنا والله انا ما كنت بعمل حاجه، بس احنا يمكن كنا اشقياء ولا حاجه. واحد بيقول لي الحمد لله انه ما داسوش بالعربيه. لا يا جماعه. ممكن كنا بنعمل مشاكل ولا حاجه. ممكن انت كنت شقي برضه. والله العظيم اهبل لحد دلوقتي هبل. غلبان قوي انا، ما مش بتاع مشاكل ولا بتاع حاجه يا ست، انا غلبان. الفكره ان انت غلبان يا كريم، تعرف كده. بتاع ربنا، انا بتاع ربنا، ربنا يعني يتولاني برحمته. المهم يا كوكو، طمنا عليك، انت عامل ايه؟ الأثر شكله عليك